ليش ما يطلعوا لي الهايلايتس مالت انستغرامي؟ بوريكم. لحظة خلينا نرد مرة ثانية. دقيقة لأن طافي الواي فاي. لحظة. أنتي كويتية؟ إي. زايا أردنية، هقيتها سورية. كاكا طلعوا. متى؟ خلينا نشوف، خل أوريكم لما كان شعري كاري. لحظة. شوفوا حيل كنت عصاقيل، بس لا خلينا نطلع صورة أقرب. ما أدري إذا يبين. كنت عصاقيل. مواليد شكو. شنو كنت ضعيفة عاصلة يعني. كنت أضعف من الحين ب20 كيلو. تخيلوا. بدور صورة أقرب. هي أغلب الصور بعيدة. بسوي زوم دقيقة. لا هني رديت مثلا. وين؟ تايلاند أو 2024. كايرو كنت ضعيفة فيها بعد. شوفوا هني أيام البوي. وي لا مو الرياض. نطلع أنا مسوي عدول. هني شعري بوي، بس شوفوا ضعيفة كنت حيل. دقيقة. شوفوا فرق حتى وجهي. كان الحين بدور شيء ثاني. ما أدري. شوفوا يعني هني أنا حاطة فلتر، بس شوفوا خدودي يعني كنت صغيرة. هني قاعد دلع يعني، كنت رايحة مطعم الأغنياء. قاعد أكل أكلة الأغنياء. غير صج، ولا كنا أنا صج. أنا قاعد أكسر الصوت. لحظة لازم أسمع صوت. ليش ما في صوت؟ شوفوا لحظة شوفوا هذا الفيديو تكفى. شوفوا الفيديو. هذا يذبحني من الضحك كل مرة. يا ربي بموت. هذه رمضان اللي طاف. يا عمري هاي رمضان اللي طاف شعري كان بوي، فطولت شعري من الأشياء. شوف الجمال والأناقة. هذا كان قرقعان. حسابي الانستغرام نفس حساب التيك توك. هذه بعد رمضان اللي طاف. شعري فشي قاعد اقول لكم انا عندي ايش كثر دراريع، يعني ما اشتطيت عادي. طولي 169. شعري ما شاء الله طولته بسنه. شفتوا قدامكم كان بوي وطولته بسنه لهني، ومفروض اطول يعني. انا ايش كثر قصيته، ايش كثر لما كان كاري كل ما كان يطول ارجع كاري، بس المفروض ان شعري اطول. السر اول شيء انا شفت منه نتيجه حق شعري السدر بس بالخلطة اللي أنا أسويها. الخلطة موجودة بحسابي، حطت لكم مكونات، روحوا اشتروا من العطار وسووها. عجيبة. تكثف تقلل التساقط، تطول الشعر، تخلي الشعرة قوية. ما شاء الله ترست لي شعري بيبي هير. شوفوا ترست لي شعري كله بيبي هير، مو بس قدام حتى هني ورا. يوم أروح الكوافيرة تقولي ما شاء الله شعرك كله بيبي هير. الصدر يعني شفت منه يعني ذبحوني، اخذوا عني تليفوني ولا تاخذون عني الصدر لهالدرجة. موجودة بحسابي هني بالتيك توك بالمثبتة. ينشف الشعر مرة، ينشف الشعر. عشان كذا إذا تلاحظين أنا شعري مو ناشف، شعري مترطب. ويقولوا لي شعرك مدهن. لا شعري مو مدهن، أنا شعري مترطب. شوفوا الترطيبة اللماعية الحلوة. انزين. فلما أحط صدر مثلا، أنا اليوم بحط صدر وصج، اليوم برد البيت بحط صدر. أتوقع يصير الحامل، مو متأكدة ما أدري، بس أتوقع يصير.
اليوم برد البيت بحط لي صدر. الخميس. يوم السبت راح اغرق شعري من فوق لتحت زيت دابر املة، اوكي، اغسله. يوم الاثنين ارد مرة ثانية احط زيت دابر املة اغسله. يوم الاربعاء اسوي لي ماسك ترطيبي. فانا قاعد انشف شعري مرة بالاسبوع بالصدر، بس بالمقابل قاعدة ارطبه 3 مرات بالاسبوع. فهذا اكثر شيء شفت عليه نتيجة الصراحة ما شاء الله. ومع انه هم احس ان شعري يعني ما قاعد يطول بالشكل المناسب، بس يمكن انا طبيعة جيناتي كذي، بس اتليست ان اي لايك ات. يعني انا حاليا مو مهم عندي الطول كثر ما مهم عندي انه يكون التساقط طبيعي، تكون الشعرة نفسها قوية، ويكون كثيف. يعني عادي انطره يطول، بس اهم شيء ابي يطول بكثافة، عرفتوا؟ والله ما ادري اذا اذا الحامل يصير تحط حنة وصدر، ما ادري، بس اللي تصبغ شعرها يصير تحط صدر، بس ما يصير تحط حنة لانه راح يخرب الصبغة. وشنو بعد؟ وما يصير تحط زيت دابر املة اللي تصبغ شعرها، لانه يخلي لون الشعر اغمج. نواة التمر من وين؟ من العطار. انا بالنسبة لي بالكويت، اذا انتم من الكويت تبون نصيحتي، تبون عطار ما راح تندمون عليه. ومو بس عطار، عنده اشياء واجد، جميع انواع الزيوت، المكسرات، يبيع معمول العسلات. سوق عدن المركزي، والله نصيحة انصحكم فيه، مو دعاية ولا شيء، والله العظيم انا اروح اشتري منه، واشتري حق امي، واطلب امي الحين قامت لما تطلب مني اعشاب اجيب لها، اطلب لها. عندهم فرعين، واحد في الشويخ، وعندهم بالتيك توك كتبوا بالتيك توك اسمهم سوق عدن المركزي. واحد عندهم بشويخ، وواحد اسمي اماني، وواحد بالجهرة. انا طبعا مو بعيد عني حيل، الشويخ والجهرة بعيد عني، فهم مسوين شيء ابلكيشن، تطبيق تنزلينه على تليفونك وتطلبين او تدقين عليهم يعني. واعتقد ناسية والله من زمان مطالبة منهم لاني اطلب حق كميات. اعتقد انه فور فري، التوصيل ببلاش اعتقد. تالية دير بالكم لا تعصب عليكم، كل شيء طالبته منهم. ايه، واخذ يعني اخذوا من عندهم بنات، اخذوا من عندهم النيلة المغربية اصلية النيلة المغربية، العكر الفاسي، اخذوا من عندهم الصابون، صابونة المر، صابونة الكركم، عندهم ابلكيشن يعني كل شيء سهل عندهم. وعلى فكرة شفتوا الخلطة اللي انا حطيتها بحسابي بالتيك توك، خلطة الستر، ترى انا غيرت عليها، يعني انا الحين قاعد اسوي خلطة ثانية، ودي بس ارجع البيت اصور لكم بوست وانزله. انس الجمعية بدون مربع عبالي سايقنا. انس ما رحت مكان، ما طلعت من البيت ولا رحت جمعية. انزين لا تكذبين يا الكذابة يا المكيودة يا المقهورة، امس كلش ما طلعت من البيت. المهم بعدين انا اللي يشوفوني بالصج هذا، ترى وجهي بالصج يعني ما راح تشوفون غير يعني نفس الانسانة، بالعكس يقولوا لي حرام انتي بالصج احلى. المهم ما علينا، ما يهمني. ايه، سويت ليفل اب على الصدر. الحين انا شنو اسوي؟ احط صدر واحط املج، عشبة الاملج حبايبي والله، احط صدر وعشبة الاملج وخلطة الأعشاب الهندية. هذيلا كلهم أخذهم من عدن، سوق عدن المركزي. خلطة الأعشاب الهندية، أحيانا قاعدة أحط نواة التمر، أحيانا لا، نفسيا لأنه يغير لون الصدر، يخليه بني فيصير محبة. أوكي، في أحط شيء بعد، صدر وأملج والأعشاب الهندية والشيكاكاي وبودرة عشبة الشيكاكاي. كل شيء لازم يكون مطحون، يعني لا تاخذين تطلبين شيكاكاي كامل، لا، قولي له أبي المطحون. وأعجنهم بمغلي ماء الروزماري والقرنفل وورق الغار. يعني قبل لا أبلش أجهز خلطتي أحط جدري على النار، أحط فيه روزماري وقرنفل وورق الغار، وعلى أخف نار خفيفة، وأسكره أخليه يغلي. مجرد ما يغلي غلية واحدة أطفيه، وأكون أوريدي عاد مجهزة الخلطة اللي هي الصدر والشيكاكاي والأملج والأعشاب الهندية. بنزله بإذن الله اليوم، لأن أنا بس أرجع البيت اليوم راح أحط
راح احط لي صدر، فراح انزله. لان انا كل مره قاعد اقول لكم انا مثبته فعلا انا مثبتتها، بس سويت لها ابجريدد الخلطه، سويت لها ضفت عليها اشياء وشلت منها اشياء. طبعا عجيبة لو تروحين تاخذين هذه المكونات الحين تقولين لها تروحين تدزينها حق شات جي بي تي، راح يقول لك هذه خلطة فنانة حق الشعر. يعني مو بس تقلل تساقط، مو بس تطول الشعر، تكثفه، تخلي الشعرة نفسها قوية. مرة واحدة بالأسبوع تحطينها، فأنت قاعد تنظفين فروتك. فأي شيء ثاني عندك قاعد تحطينه، أمبولات، زيوت، راح تستفيد الفروة أفضل من لو أنت ما تحطين سدر. عرفتي؟ موجودة مثبتتها بحسابي، واليوم راح انزل لاني انا طورت منها، اليوم راح انزل فيديو عليها. من وين المكونات كلها تقدرين تاخذينها من اي عطار، بس اذا انتي في الكويت انصحك تاخذينها من سوق عدن المركزي، عندهم توصيل وعندهم ابليكيشن تطلبين منه، وعندهم في محلاتهم يعني بالشويخ والجهرة. الشويخ شارع التمور. وبس، فانا اليوم كذي راح اسوي، بحط لي على هذا هني صدر، وتحت من هني لتحت كله دابر أملة راح أحط عشان الويكند. ماسكات الشعر، شوفوا أنا بالنسبة لي يعني بصراحة أشوف شنو عندي مكونات أسوي. مثلا عندي موزة أسوي ماسك الموز، عندي أفوكادو أسوي ماسك الأفوكادو، أسوي ماسك النشا وماي الورد، واي حالات العصافير. بس أكثر ماسك أحب نتيجته يعني فعلا إذا أنتي شعرك متقصف، إذا شعرك متقصف الشعرة كذي متفرقة اثنين وتبين من أول مرة تشوفين نتيجة، أو شعرك ناشف، أو أنتي صابغة شعرك وشعرك مطاطي عرفتوا الشعر التعبان المتكسر شلون يكون؟ هذا الماسك روعة اللي هو ماسك العيش، من أول مرة تشوفين نتيجته، لأن كل مكوناته خيالية. يعني العيش متروس نشا، فالنشا معروف يعني شو يسوي حق الشعر أو حتى حق الجسم. وبعد يحتوي على الحليب جوز الهند أو كريمة جوز الهند، حيل خيالية حق الترطيب، تهبل، يناسب الشعر المصبوغ لأنه ما راح يغير، ما راح يخرب الصبغة. عرفتوا؟ وأحط فيه بيضة، فالبيضة فيها بروتين. في ناس تقول لك لا البيض يسوي فرط بروتين، أوكي أنتي ما قاعد تحطينه كل يوم، أنتي ما قاعد تحطينه كل يوم، لا تقعدون تخربون على الناس الإفادة. عرفتوا؟ منو المهم حبيبتي علينا وعليك يا قلبي يا عمري نونة، تذكرتك. لا أنا مش دكتورة، وما قاعد أتكلم عن مواضيع طبية، قاعد أتكلم عن أشياء تخص المرأة يا فهد، خلطات شعر على خلطات تنعيم، شي سوالف حريم. عرفت؟ حبيبتي كوكي، دقيقة سكتوا، دقيقة صوت لحظة، صوت لحظة، لا تحكين، لا تحكين دقيقة. ألو، شنو؟ لا بالغلط، لا ما ينفع بالغلط. شنو؟ لا شنو؟ ايش تبين؟ ايه انتي دقة علي، لا انتي دقة. حبيبتي لا تخليني افطر عليك الحين. لا صدق، شنو فيك شي؟ لا ما ابي شاي، خلاص ادق بعد شاي. متى بتردين البيت؟ شنو بتسوين، بتنامين؟ اوكي خلاص I call you later 2 p.m. باي.
فكرني هعاتبك والومك. المهم شكرا يا جماعة. وبس والله أنا كنت بسكر أصلا لأن كلاسي بعد شوي، فبس دشوا نونة وكوكي صراحة كنت بسلم عليهم، حبايبي حبايب قلب ماما. وبس الحين عاد بستأذنكم، بريح شوي قبل كلاسي، باجي نص ساعة بس سوي اتصالات. حبيبتي كوكي سوي اتصالاتي، بطقطق بالتيك توك شوي وهكا. يلا يا جماعة باي باي، تقبل الله طاعتكم مقدما. ميرسي ميرسي والله، خد يا طيار. الله يسعدك، زي ما سعدتني وفرحتني.